وصلنا كازان الحمد لله. في ناس بقالي كتير جدا ما شفتهمش في الصداقه من ساعه يمكن ما جيت روسيا. المهم كلموني قبل القطر ب3 ساعات، قالوا لي لازم نشوف، اقسم بالله ما انت ماشي. المهم رحت شفتهم وزي انا عرقان كده اتاخرت على القطر وجيت متاخر 10 دقايق. فالحمد لله كان لسه صور والله اثناء القطر، بس يعني الحمد لله. يلا بينا نشوف تجربة قطر النوم عامل ازاي في روسيا. يلا بينا. طبعا نظام القطور هنا في روسيا عامل زي الدرجات برضه، في درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، درجة متوسطة هكذا. أنا راكب ولا تحت خالص ولا فوق خالص. ادي الفوطة وادي دي اللي هي المخدة، وده اللي بتحطها على الملاية، دي اللي بتتغطى بيها. حاجة ما شاء الله يعني 5 ستار. بس نشوف الحمام عامل ازاي. الحمام بيبقى كويس. الحمام الحنفية اهو، مناديل كل حاجة، وانا اهو. فلا شغل على ما بدي. طبعا ركبنا من القطر الحمد لله. يمكن طريقة النوم انا دايما ساعة جيت روسيا يعني ان شاء الله لو رايح فين. انا مرة رحت مرة موسكو، من موسكو بقى على فولجا، اللي هو كان صباح الفل يعني. فلا القطورة بصراحة جميلة جدا هنا في روسيا، وخاصة القطر ده هيقعد بالظبط 11 ساعة ونوصل يعني. إن شاء الله رحلة تبقى جامدة جدا جدا جدا، نشوف فيها كل حاجة. طبعا صحينا الساعة 5:15 هانت قريب وهنوصل. الناس كلها نايمة. ده الكانتين بقى صغير كده قدام الشاي، اللي هيتر الجميل. صباح الخير. قريب وهنوصل كازان ان شاء الله. سواء الجو النهارده شمس اصلا، الجو جميل، فلا الجو حلو خليك كده تبقى مبهج. وصلنا كازان، هيا بينا. وصلنا الأراضي الكازانية. الشمس طالعة النهاردة، يوم بيرفكتو اقسم بالله. السلام عليكم. وصلنا كازان الحمد لله بعد رحلة 11 ساعة ونص، غالبا المفروض كان 13 بس 11 ساعة ونص بالظبط. بصراحة تجربتي أول مرة أجرب الدرجة دي في قطر النوم، لا جميلة جدا، مريحة كل حاجة، بس عشان يعني أنا طويل فيها مقرفة شوية في النوم، بس بجد جميلة جدا كويسة جدا. بتمنى إن انتوا تجربوها. أنا لسه فلوجات أكتر، حاجات أكتر عن الحياة في روسيا، عايشة في كل حاجة. متنساش تعمل فولو ايه سبسكرايب، شير، لايك. السلام عليكم، نلتقي في فلوج جديد. سلام.